سلام عليكم. شايفين الجمال؟ المية شفاف شفاف كده. عملنا للبطة والفراخ دي محلول نقع، ما تقولش لعدوك عليه. والله العظيم مخليه المية بتاعتي زي الشفاف. عملناه كتير في الفيديوهات اللي فاتت، واللي حابب يعرف هنقوله مع بعض واحنا بنشرح. مرتنا بصلة حلوة كده، فلفل اسود وكركم وملح، وحشينا البطة بتاعتنا وروقنا عليها وخليناها مزاجها زي الفل. تمام تمام. والفراخ بتاعتي شفافة زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. هنطبخ الاتنين في حلة واحدة. في حلة واحدة يا احلام؟ في حلة واحدة. الفراخ بتاعتي هتستوي، هتشيلها وتخلي البطة بتاعتك تكمل تسوية عادي. لان انا لا عايزه بقى فراخ في صينيه، ولا عايزه الصوص بتاع الفراخ، ولا عايزه اي حاجه. انا عايزه فراخ في الشوربه والبطه في الشوربه عادي جدا. لان هنعمل مع بعض حبه محشي ينزلوا على القلب مش في المعده. تمام تمام. قطعنا بصله ومستكه وحبهان، ورق لوري، التشويحه بتاعتك المحترمه. وبعد ما حطيناهم كده واخدوا الريحه والتشويحه بتاعت الحاجه اللي شوحناها بيها، مرطنا كمان بصله بفلفل اسود وكركم وحبايه طماطم، ونزلنا عليها على الفراخ والبطه، لحد ما تاخد من بعضها كده. والتسبيكه الجميله دي اللي انتوا شايفينها دي كانت تسبيكه المحشي بتاعتي. طبعا بصل وطماطم معصوره زي ما انتوا شايفين، وتسيبها بقى لحد ما تتسبك بالبهارات بتاعتك اللي تحبها في المحشي بتاعك. تمام. معانا الخضره بقى طازه، جبناها نضفناها وغسلناها كده مره واتنين في قلب الطبق ده، شنناها. عارفين يعني ايه تشني؟ مش تغسلي تحت الحنفيه كده وبس، لا، تشني الخضار بتاعك كده وتطلعيه من الميه، بحيث ان هو لو فيه اي تراب ولا اي طينه او اي حاجه معموله فيه، لازم تخلي الميه بتاعتك رايقه وزي الفل. بالذات الخضار لازم يتغسل حلو جدا. تمام تمام. ومعايا التسبيكه بتاعتي ما شاء الله ريحتها جايبه لاخر الشارع. اقسم بالله العظيم كانوا حبه محشي بشهاده كل اللي اكلوه اللهم بارك، والف هنا وعافيه لكل اللي كان هنا صف حاجه وكل اللي اكل. تمام تمام. يلا بينا بقى. قطعنا الخضره بتاعتنا وغسلنا الرز بتاعنا غسله حلوه وصفناه من الميه خالص، وحطينا عليه كمان التسبيكه بتاعتنا. وصلت لحد هنا؟ ما تنسيش اللايك، وتقولي بتشوفيني من اي بلد، لان بحبكم جدا 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 جدا. معايا ما شاء الله الخلطه بتاعتي الجباره دي، ومعايا الحله بتاعتي قطعت فيها العنق بتاعت الشبت والكزبره وشرايح بصل، وكمان حبه ورقه كده ملهمش 30 لازمه من الكرنب. وهبدا ارص الحله بتاعتي بالطريقه اللي تحبي. خلصت الحله بتاعتك اسقيها الشوربه اللي احنا عاملينها، لان خلاص كانت البط والفراخ بتاعتي استوت. بالشوربه بقى، وكولي احلى حبه محشي. ما تقوليش لعدوك عليهم. ده رص بقى، رص رص رص، يا جماله يا جماله. احنا في الشتاء ساعه ما تحس ان الدنيا بتشتي، جاري على الفريزر طلعي ورق الكرنب بتاعك اللي انت سلقاه اللي انت مخزنه اللي انا شايفاه، وانت بتسلقيه وقطعتيه وفرستيه، طلعيه واعملي حله المحشي بتاعتك وقلبيها كده تحسسك بالدفء من غير ما تخش بقك. والله العظيم مجرد بس ما تقلبي الحله بتحسسك كده بالدفء. يلا بينا نخلص بقية الحلة بتاعتنا ونحطها تستوى ونشوفها حالا بعد ما استوت كده. بس الكاميرا طبعا الدخان ظالم الكاميرا. دلوقتي هنشوفها وأحلام بتأبدع وبتخليها تغني، بتنزل على الصينية يا جماعة وهي بتتقلب كده بتغني، بتغني كده من حلاوتها. تمام تمام. يلا بينا كده بقى ايه، نجهز الصينية بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنا بنقلب حلة واتنين عليها، كنا بنتلم حواليها كده زي العيال. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ يلا بينا نقلب. يا سلام الجماعة، والله ما بتتقلب على الصينية، دي بتتقلب في قلبي، ده بتخش قلبي مش معدتي. ما شاء الله اللهم بارك، ما فيش حاجة لازقة غير الحاجة حبة البسطين دول، وطبعا كلنا بنشكل عليهم. تمام تمام. معايا حلة صغيرة كده كان فات حبة محشي، ادهم عمال يسرق مني المحشي. قدحت حبة زيت، استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وحبيت اسقيها كده حاجه كده ايه تنور بس المحشي. المقلايه دي لو حد اتكلم عليها نص كلمه انا هزعله. المقلايه دي موجوده في كل بيت، ما اسمعش صوتكم خالص 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 مالص. تمام تمام. دول حبه المحشي اللي فضلوا، حشيناهم كده في حله صغيره. وهنا بقى حبه ورق الليفت اللي دخلوا قلبي يا ولاد، دخلوا قلبي حاجه بتلمع كده بتلمع. تمام تمام. ومعايا البطه بتاعتي والفراخ حمرتها في الفرن وبقت زي السكر سكر. ده فيديو النهارده، متنساش لايك وسلام عليكم.